السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة ان شاء الله بقى هنعمل مع بعض صنف كده جديد، يعني انتوا مش متعودين ان انتوا تعملوه. ولا هو كيكة ولا بسبوسة ولا عزيزية، يعني حاجة كده. خليط جميل قوي، بس يعني جربوه هيعجبكم قوي. آه، طبعا بيتعمل في وقت بسيط جدا، ومكونات كلها من البيت وما بيكلفكيش كتير. ويعني انا عايزه اقول لكم من سهولته وجماله هتعملوا الصنف ده باستمرار، لما تجربوه هيعجبكم جدا. هنسمي الله بقى ونصلي على سيدنا محمد بقى ونقول هنعمل الصنف الجميل ده ايه. قبل ما نبدأ العمل أنا عايزة أقول لكم إن هو اسمه شهد الملكة. الصنف ده اسمه شهد الملكة. زي ما انتوا شايفين كده، اللون وطعم وحاجة يعني ما شاء الله، والريحة كمان كانت فوق الوصف. شايفين لونه من فوق ومن تحت؟ بوريكم ان لونه كمان من تحت احمر زي فوق بالظبط، وحلو قوي قوي. نقول بقى نبدأ ونقول مكوناتنا اللي هنستخدمها في الصنف بتاعنا. شايفين؟ بس انا عايزة اوريكم ان هي يعني لون وشكل جميل جدا، ويعني بسيطة قوي. اول حاجة هيبقى معايا كيلو من الحليب، لبن الحليب. غلياه كده ومحضراه مجهزاه، هحط فيه المكونات بتاعتي. يبقى كيلو لتر كامل من الحليب. هحط عليه ايه بقى؟ هحط عليه كوباية الا ربع من دقيق السمولينا او دقيق السميد بتاع البسبوسة، وكوباية الا ربع من جوز الهند اللي هي الناعمة، وكوباية الا ربع من السكر. كل ده على كيلو الحليب، لبن الحليب. وهحط ايه؟ معلقتين كبار زبدة كده، او يعني ما يعادل تلت كوباية من الزبدة. وهنحط كمان 2 باكت من الفانيليا، او معلقة صغيرة من الفانيليا السائل على حسب اللي عندك. تمام. طبعا ما ننساش الفانيليا، انا نسيت فهرجع احطها اهو زي ما انتوا شايفين، يعني هي ما نسيتهاش يعني. تمام. هنبدأ بقى نقلب المكونات على البارد كده، وبعدين بعد ما نقلبها كده وندوب بس الدقيق وجوز الهند والحاجات، المكونات كلها مع بعضها كده والسكر، نرفعها بقى على النار ونبدأ نقلب فيها. تمام. حطيناها بقى على البوتاجاز كده، هنفضل نقلب فيها. هتلاحظوا بقى ان ايه، السمنة بدأت، الزبدة بدأت تسيح، وكمان بدأ كل ما بنقلب الخليط بيتقل معانا. تمام. ايدينا تفضل فيها كده علشان ما تكتلش معانا، مش عايزين اوعي تكتل منك المكونات مع بعضها كده. لازم ايدك تفضل فيها علشان ما تكتلش. سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص، ولكن بس ترتيب الخطوات هو المهم. شايفين بدأت تتقل؟ بوريكم اول مرحلة، هي لسه يعني كمان هتتقل اكتر. اوكي. اول بقى ما بنلاقيها بدأت تتقل معانا كده وخدت القوام المناسب، هوريهولكوا دلوقتي القوام اللي انا عايزاه اهو. شايفين بقت عاملة ازاي؟ تقلت بالشكل ده. خلاص هطفي عليها بقى، واكون ايه، اكون مجهزة صينية مقاس مثلا 26 اللي هي الوسطانية في الطقم، او لو لوحدها كده هتجيبيها مقاس 26 وتكوني دهناها بالزبدة، وتبدأي بقى تنزلي بالخليط ده كده في قلب الايه، في قلب الصينية او في قلب القالب. تمام كده. ونفرده بقى كويس كده كله بمعلقة او بسباتولا، اي حاجة عندك تعملي بيها. وبعد كده بقى بعد ما نسويها خالص بنهزها كده هزتين على الرخامة بتاعتك كده، لحد ما ايه،
ما تبقى كلها كده سوا واحد ومقاس واحد. تمام. نجيب بقى كده عسل نحل او شربات ونبدأ ننزل، بس انا طبعا مش هحط الشربات غير بعد ما اسيبها كده حوالي 10 دقايق على ما وشها يشد. تمام. بصوا يعني هي قريبة من العزيزية، بس الطعم طبعا مش عزيزية خالص. هنبدأ بقى ندهنها كده بالشربات او بالعسل النحل لحد ما اوزع على الوش كله كده بالشكل ده. وبعد كده بقى اكون مولعة الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما تاخد لون من تحت. ابدأ اولع الشواية علشان تاخد لون كمان من فوق. شايفين طالعة جميلة ازاي ما شاء الله. ابدأ بس كده احط كمان معلقتين شربات على الوش كده واوزعهم. وبعد كده بنقطعها بقى، بتبقى شكلها جميل جدا وطعمها ولا اروع. صنف جديد وصنف حلو وسهل وسريع جدا، ما بياخدش اي وقت. انا معوداكم ان انا اعمل لكم الاصناف اللي هي يعني ما تعطلكوش وفي نفس الوقت تبقى مميزة وطعمة ومنجزة في نفس الوقت. شايفين بقى ده شكل الصينية وشكل شهد الملكة جميل قوي. هوريكم بقى من فوق ومن تحت. شايفين من تحت كمان حمرة وجميلة ازاي. واخدة اللون من فوق ومن تحت ما شاء الله. جربوها هتعجبكم جدا، سهلة وبسيطة وطعمها حلو قوي. وكمان كلوها وهي باردة، كل ما تبرد كل ما تبقى اجمل واجمل. طبعا مش هوصيكم بقى يعني على الاعجاب بالفيديو واللايك بتاعكم. انتوا عارفين طبعا بيرفع الفيديو بتاعي، ودعمكم لقناتي وتحفيزي دايما في الكومنتات هو اكبر دافع ليا ان انا افضل مستمرة معاكم واقدم لكم الجديد. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم اللي يعجبكم دايما. بصوا بقى، بصوا قربوا كده بالكاميرا. ما شاء الله حلوة قوي، لونها ذهبي وجميل جميل قوي قوي قوي. حاجة بجد تفتح النفس وحاجة جديدة وتغيير لأولادكم. اعملوها لهم هتعجبهم ان شاء الله. وبكده بقى الفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.